أول تلك الوصايا التي أوصي نفسي وإياكم بها يا أيها الأحبة الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم قال كلمات عظيمة لو تأملها الإنسان وجعلها دستورا له في هذه الحياة لكان له حياة أخرى وكان عيشه عيشا آخر. قال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ما أحسن هذه الكلمات وما أسعد عيش من سار على هذا النهج وعمل بهذه الوصية، يسير في هذه الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل. ثم إن ابن عمر رضي الله عنهما قال وصية عقيب روايته هذا الحديث كأنها تفسير لهذا الحديث، وما أحسنه من تفسير. قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يا لله العجب من حال هذا الإنسان الذي هو حقا وصدقا إذا أمسى لا ينتظر أن يصبح، لأنه يتوقع الموت في كل لحظة وحين، وقد أخذ نفسه بالاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. بالله كيف سيعيش هذا الإنسان؟ إذا أمسى لا ينتظر أن يصبح، وإذا أصبح لا ينتظر أن يمسي. لا شك أنه في كل لحظة مستعد للقاء الله، مؤد الحق الذي عليه، ومجتنبا كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. ضع هذه الوصية نصب عينك: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا الكلام حق. كل الذين ماتوا وتعرفونهم هم في الحقيقة ما كانوا يعرفون أنهم سيغادرون هذه الحياة، لكنها جاءت لحظة الحقيقة التي غادروا فيها هذه الحياة. والناس عند هذه اللحظة مختلفون ومتفاوتون، منهم من كان مستعدا لها ومنهم من كان غافلا عنها. نحن ما خلقنا لهذه الدنيا ولا لهذه الحياة، نحن خلقنا لدار أخرى كان أبونا عليه الصلاة والسلام فيها، ونحن ينبغي أن نكون عاملين لأن نصير إليها. فالله الله باستحضار هذه الحقيقة، وأعتقد أن من عاش عليها فإنه سيؤدي كل حق عليه، حق الله عز وجل وحق العباد وحق النفس.